كتير مننا أول ما بيسمع كلمة بيع بيجي في باله صورة البياع اللي بيحاول يقنعك تشتري حاجة أنت مش عايزها، بياع بيبهرك بالكلام ويدفعك ويختفي، لكن أحب أقولك إن دي صورة غلط تماما. البيع الحقيقي ملوش علاقة بالخداع أو بالإقناع بالغصب، البيع الحقيقي هو إنك تفهم مشكلة أو حاجة الطرف التاني وتقدم له الحل. ببساطة البيع هو تقديم الحلول، قبل ما تقول أنا مش بياع أو الموضوع مش ليا، خليني أقولك إن البيع موجود في كل تفاصيل حياتنا. في مقابلة شغل أنت مش بتطلب وظيفة، أنت بتبيع مهاراتك وخبراتك للشركة، بتقول لهم أنا الشخص اللي هيحل لكم المشاكل الفلانيه واضيف لكم القيمه دي. احنا بنبيع افكارنا، بنبيع مشاريعنا، بنبيع صورتنا قدام الناس، بتقنعهم بوجهه نظرك وباهميه المشروع بتاعك، بتبيع فكره مشروع التخرج بتاعك لدكتورك، بنبيع حلمنا للناس اللي ممكن تساعدنا نحققه. البيع ببساطه هو فن الاقناع بوجود حل للمشكله، الفرق ان في حد واعي بده والتاني مش واخد باله. انا دكتور محمد عثمان، والنهارده ميتنج جديد عن البيع. مهارة أنا شايف إنها مش رفاهية، دي ضرورة لكل واحد فينا مهما كان مجاله أو سنه أو طموحه. مهارة لو أتقنتها مش هتفرق أنت شغال في إيه أو بتتعامل مع مين. من آلاف السنين كان البيع عبارة عن مقايضة، أنا أديك قمح وأنت تديني سمكة. ومع ظهور العملات المعدنية والورقية البيع اتنظم أكتر، ومع بداية الثورة الصناعية المصانع بدأت تنتج بكميات ضخمة، وهنا ظهر مفهوم البيع المباشر. لكن النطة الكبيرة جت في القرن العشرين مع ظهور الإعلانات والتسويق النفسي وعلم السلوك البشري اللي بقى يربط المنتج بالمشاعر مش بس الاحتياج. النهارده مع الإنترنت البيع بقى عالمي، تقدر تبيع فكرة أو منتج لشخص في قارة تانية بضغطة زر. أسلوب البيع اتطور لكن المبدأ واحد، إقناع الطرف التاني إن اللي معاك هيفيده ويحل مشكلته. دور البياع هو انه يتحول من مجرد مندوب لمستشار بيساعد العميل على اتخاذ القرار الصح بناء على معلومات دقيقة وفهم عميق. بياع بيقدم قيمة حقيقية. لو اتعلمت البيع هتضاعف فرصك في النجاح، مش بس ماديا لكن كمان اجتماعيا وشخصيا. السوق التنافسي النهارده محتاج ناس تعرف تقدم نفسها، اللي بيعرف يبيع نفسه وافكاره هو اللي بياخد الفرص. البيع الناجح بيبني ثقة، والثقة هي اساس العلاقات. تقدر تبني شبكة علاقات اقوى لو انت صاحب فكرة، البيع هو اللي هيخلي الناس تؤمن بيها. لو انت موظف البيع هو اللي هيخليك تقنع مديرك او عميلك. انا شخصيا شفت شباب بدأوا حياتهم في البيع كوظيفة مؤقتة وتعلموا منها حاجات خلتهم ينجحوا في مجالات تانية كتير، وفتحت لهم ابواب ما كانوش يحلموا ابدا انها موجودة. البيع علم ومهارة مش مجرد موهبة. البياع الناجح هو اللي بيفهم سيكولوجية العميل وبيعرف ازاي يقرا سلوكه ويقدم له حل يناسب احتياجاته. العلماء بيقولوا ان اغلب قراراتنا اللي بنعتبرها منطقية ليها جذور عاطفية. الناس بتشتري علشان خاطر الاحساس بالامان او الانتماء او التفرد او تحقيق الذات. دورك كبياع انك تعرف ايه هي المشاعر دي وتشتغل عليها. البيع مش حظ، البيع علم معتمد على علم النفس عشان تفهم احتياجات ودوافع العميل، وده يودينا لنظريه ماسلو للاحتياجات والدوافع، وهيكون ليها حلقه كامله لوحدها. وبيعتمد على التواصل الفعال، اختيار الكلمات ونبره الصوت ولغه الجسد، ودي اتكلمنا فيها قبل كده. وبيعتمد على بناء الثقه، تشتري من الموثوق فيهم اكتر من اي اعلان، وده برضو اتكلمنا فيه عن حلقه العلاقات. تقدر ترجع للحلقات وتتفرج عليها. ايه بقى اهم الادوات للبيع الناجح؟ الناس بتشتري الحل للمشكله بتاعتها. علشان تكون بياع شاطر لازم توصل لمشكله العميل وتفهمها كويس، مش مجرد تسمعه، لا اسمع بتركيز، اسال الاسئله الصح اللي هتخليك تفهم احتياجاته ومخاوفه. لما بتفهم احتياجاته بتقدر تقدم له حلول حقيقيه، فتربط مميزات منتجك او فكرتك بالاحتياج اللي اكتشفته، وتركز على الفوائد مش المميزات. المميزات هي خصائص المنتج، مثلا الجهاز ده فيه معالج قوي، لكن الفوائد هي النتيجه اللي هتعود على العميل. الجهاز ده هيخليك تشتغل بسرعه وينجز معاك. الناس ما بتشتريش المنتج، الناس بتشتري النتيجه. شركات كبيره زي ابل ما بتبيعش تليفونات، بتبيع احساس بالتميز والانتماء لفئه معينه. الناس بيشتروا صوره الحياه اللي بيتمنوها مش المنتج نفسه. الناس بتشتري بالعاطفه اكتر من المنطق. 80% من الصفقات بتخسر قبل ما تبدا، مش عشان المنتج سيء، عشان معظم البياعين مش فاهمين العميل عايز ايه. الناس بتنجذب للقصص مش للمواصفات بس، وده اللي بيخلي الناس تشتري. استخدم القصص عشان تحكي عن تجربتك او قصه نجاح عميل تاني. بدل ما تقول انا عندي مهارات قياديه، احكي قصه عن مشروع سابق كنت فيه قائد وازاي قدرت تحل مشكله معينه وتوصل لنتيجه ايجابيه. ده يخلي كلامك مقنع اكتر. الرفض، وهنا الشطاره. كل بياع مهما كان شاطر بيتعرض للرفض. الرفض مش نهايه الطريق، الرفض بدايه النقاش الحقيقي. لما حد يقول لك السعر غالي، ده مش رفض، ده مجرد اعتراض. دورك هنا انك تسمع وتكتشف السبب الحقيقي ورا الاعتراض. ما تتخانقش معاه، قول له انا فاهم وجهه نظرك ووضح له القيمه الحقيقيه اللي هياخدها. لو في مقابله شغل والمدير سالك ليه انت افضل مرشح، ده اعتراض برضه. دورك انك تبيع نفسك وتوضح القيمه الحقيقيه اللي هتقدمها للشركه. الرفض مش شخصي، الرفض غالبا بيكون اعتراض على السعر او الخوف من التجربه او عدم فهم القيمه. ندخل بقى
بقى على اهم مرحله، مرحله الاغلاق، الكلوزنج، انهاء الصفقه. هنا بيجي وقت الاتفاق، وده محتاج ثقه. اعرف امتى تقول يلا نبدا، يلا نكتب العقد. في جمل بسيطه بتقفل الديل بسهوله، زي تحب نبدا امتى، تحب تدفع كاش ولا تحويل بنكي. بدل ما تسال هتشتري، اسال تحب الابيض ولا الازرق، تحب نجرب لمده اسبوع ولو ما عجبكش نلغي، او العرض ده متاح لاخر الاسبوع. وخلي بالك لو طولت ممكن البيعه تضيع منك. خليني اقول لك بقى شويه نصايح عشان تشتغل عليهم الفتره اللي جايه. ما تجادلش، لانك عمرك ما هتكسب عميل بالجدال. ما تركزش على السعر وخليه اخر حاجه. 80% من المبيعات بتتم بعد كذا اتصال. ركز على احتياجات العميل وما تتكلمش عن نفسك. اسمع اكتر ما تتكلم. اعرف امتى تسكت وامتى تتكلم. خليك ايجابي وواثق من نفسك ومن منتجك ومن شركتك. لبسك شيك، شوزك نظيف ومتلمع، ريحتك حلوه، ابتسامتك جاهزه، اكسسواراتك قليله، واوعى تعمل نفسك اتقل من العميل بتاعك. اتكلم بلغته. وخليك فاكر الرفض جزء من اللعبه، ما تستسلمش ابدا. اتعامل مع المشاكل انها فرص. اوعى تتجاهل لغه الجسد. اقرا عن علم النفس وافهم سلوك العميل. خليك دايما متابع السوق. حافظ على اسرار عميلك. تابع بعد البيع، واهم حاجه حلل بيانات بيعك. مهارة البيع مش بس عشان تشتغل مندوب مبيعات، دي مهارة عشان تعيش حياة كلها نجاحات وتأثر في الناس وتوصل لأهدافك أسرع. البيع مش بس مهنة وموهبة، البيع فن وحرفة وطريقة تفكير. البيع هو فن التواصل وفهم احتياجات الآخرين. ومهما كان مجالك، مهارة البيع هتكون هي الفرق بين إنك تبقى واحد عادي أو تبقى حد مميز بيحقق أهدافه. والأجمل إنك لما تتعلمها مش بس هتبيع أكتر، هتفهم الناس وهتفهم نفسك، وهتلاقي نفسك بتوصل لفرص أكتر وعلاقات أحسن ونجاحات أكبر. ابدأ النهاردة، درب نفسك، اتعلم وجرب، ومع الوقت هتلاقي نفسك مش بس بتعرف تبيع، لكن بتعرف تفتح أبواب ما كنتش تتخيل إنها تتفتح. كنت معاكم دكتور محمد عثمان في ميتنج عن مهارة البيع.